فيديو النهاردة عن تحقيقات النيابة بتكشف عن أسماء السبع متهمين بقضية عريس الدقهلية أحمد جمال سليمان. تفاصيل هنشوفها النهاردة، مين هم السبعة المتهمين في القضية، وإيه التهم المنسوبة إليهم، وإيه العقوبة المحددة تجاههم. كل التفاصيل هنشوفها النهاردة. آخر الأخبار بقضية جمهورية أحمد وأمل وأسماء جمال. خليكي معايا. القضية اللي أثارت ضجة كبيرة جدا على السوشيال ميديا داخل مصر وخارج مصر. تابعونا كده نشوف مين هم السبعة المتهمين وآخر الأخبار. لو مش مشتركين في قناتي بيكون شرف ليا تواجد حضراتكم الكريم بقناتنا المتواضعة. في البداية بنبدأ كلامنا يعني للناس اللي بيهاجموا، يا ريت يكون في عفو عند المقدرة. يا ريت نرحم من في الأرض عشان اللي في السماء يرحمنا. يا ريت نلاقي حد لما الكل يقع أو لما حد يقع نمد إيدنا نقومه، ما نموتوش. ايه اللي حصل من بعد ما فيديو احمد وامل اللي عملوه وقلنا ان احمد غلطان؟ مش بننكر ابدا ان احمد اساء التصرف باللي عمله، وبرضه مش بننكر حسن النية ان احمد ما كانش يعني عنده علم ان الموضوع هيشتعل كالنار في الهشيم بالشكل ده. لكن النهارده هنوضح لحضراتكم في البداية أسماء المتهمين وإيه التهم المنسوبة إليهم، ونرجع نكمل آخر الأخبار عن القضية. النهاردة حصلت بعض المواقع من داخل قسم الشرطة عن أسماء المتهمين في واقعة عريس الدقهلية اللي اتهم فيها للأسف 7 أشخاص من أجل التربح من المشاهدات وتصدر الترند. تبين أن المتهم الرئيسي هو العريس والعروسة، وهما أحمد جمال سليمان محمد جوهر 31 سنة، بيشتغل نقاش قبل ما يبقى يوتيوبر، ومقيم بعزبة حمادة مركز دكرنس. والمتهمة الثانية هي أمل البدراوي محمد أحمد 18 سنة ربة منزل. وساعدهم في الفيديو كل من أحمد محمود جمال 43 سنة عامل ومقيم بعزبة السبع دكرنس، وأسماء جمال سليمان 33 سنة ربة منزل ومقيمة بعزبة حمادة، وأيضا عبد الرحمن علي 26 سنة سائق ومقيم بعزبة حمادة وحاليا مقيم بمنية النصر، ومحمد سليمان علي 30 سنة دبلوم صنايع مقيم ببندر دكرنس، وهاجر جمال سليمان 29 سنة ربة منزل ومقيمة بالزهيري مركز بني عبيد. وتحقق نيابة منية النصر بمحافظة الدقهلية حاليا مع 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بعريس الدقهلية. وأوضح المصدر أن المتهمين حاليا بالنيابة بيتم التحقيق معهم، وهما العريس والعروسة وشقيقاته الاثنين وزوج إحدى شقيقاته أيضا، و2 من أصحابه كانوا موجودين معاه لحظة ارتكاب الواقعة اللي تصدرت كل المواقع الإخبارية. بتوجه للمتهمين تهم من ضمنها تكدير صفو الأمن العام وإحداث البلبلة ونشر أخبار كاذبة عبر غير حقيقية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي استخدام خاطئ. وتم القبض على المتهمين من داخل منزلهم، وتم القبض على العريس عبر حدود المنصورة بطريق راس البر بكمين أمني، وإن العروسة ألقي القبض عليها من قرية عزبة حمادة التابعة للمحمودية مركز دكرنس بعد انتقال قوة أمنية للقبض عليها. وكشف أن الشاب المتهم اللي هو العريس كان متزوج منذ 3 سنوات وعنده كمان بنت. المحامية اللي تقدمت ببلاغ للنائب العام اتكلمت وقالت ان هو اثار الذعر والرعب في نفوس المواطنين،
وانه لازم يتعاقب على اللي هو عمله، وان العقوبة المقدرة من سنة ل3 سنوات اذا ثبتت التهمة عليه وثبت قصده بالواقعة وسبق اصرار وترصد بارتكابه الواقعة. لكن بينما المحامي وبعض يعني اللي بيكشفوا التفاصيل بيأكدوا ان احمد كان متوفر عنده حسن النية، وانه نشر الموضوع كفيديو تطوير لشغله، مع مش كان عنده خبرة بان الموضوع هيكون يعني يحدث البلبلة دي، وان هو يعني اعتذر بعد كده على اللي. وخرج والد المتهمين أحمد وهاجر وأسماء وأمل من أمام قسم الشرطة يعني بيؤدي رسالة للرأي العام إنهم يقفوا جنب أحمد، وإنهم يدعوا له ربنا يفك كربه، وإن بيأكد إن هم ما كانش قصدهم يعملوا اللي حصل ده، وإن هم كانوا